حلقتنا النهارده عن كباب الحله. هنعمله مع بعض بالطريقه المظبوطه زي ما قال الكتاب بالظبط. هنجيب اناء ونحطه على النار، واول ما الاناء يسخن بنزل بقطع اللحمه متقطعه كده مكعبات. هدي رشه بسيطه من الفلفل الاسود ورشه من الملح بسيطه جدا، وحطيت هنا 3 ورقات من اللورة، واديت رشه من الحبهان المطحون، وحطيت قطعه من الزبده. مش هبتدي اقلب خالص لحد ما احس ان اللحمه ابتدت تلون معانا. هي ابتدت تلون، ابتديت بقى ان انا اقلبها لحد ما تشرب كل السوائل بتاعتها وتبتدي كده تنطر الماده الدهنيه. نزلت هنا ب3 فصوص ثوم سلام، هديهم تشويحه كده مع بعض. بعد كده نزلت بكميه من البصل، تقدري بقى تقطعيه زي ما انت عايزه، جوانح مكعبات على حسب ما انت حابه. هنزل بالبصل وهبدي هنا تشويحه كويسه للبصل لحد ما البصل يدبل. اديت رشه بقى من الفلفل الاسود، وحطيت معلقه من بهارات اللحمه. هفضل بقى كده اقلب لحد ما احس ان كميه البصل ابتدت تقل خالص واتشوح معانا وابتدى البصل يدبل خالص. هنزل بقرن فلفل حامي، وده على حسب الرغبه، تقدري تستغنى عنه او تبدليه بفلفل بارد. هنزل هنا ب3 حبات من الطماطم معمولين على المبشرة أو معمولين في الكبة، نزلت بقى بيهم واديتهم هنا تشويحة كويسة. هفضل أشوح فيهم لحد ما أحس إن كله الطماطم ابتدت تتسبك كده معانا، وبرضك تنطر المادة الدهنية كده زي ما انتوا شايفين، يعني حتى لو تنطر حاجة كده بسيطة. هبتدي بقى أسخن لها كمية من المية وبنزل على اللحمة، واديتها رشه بسيطه بس كده من الملح. ما تزوديش ملح كتير عشان كل ما تقعد وتستوي ممكن تحرقي معاكي. هديها غلوتين على نار عاليه، وبعد كده اسيبها بقى على نار هاديه تبتدي تاخد وتدي مع بعض لحد ما تستوي. هنا شربت الميه بتاعتها. هاخد كده قطعه من اللحمه واشوفها اذا كانت استوت ولا لا، بس هي كانت لسه عايزه شويه كمان. هنا بقى ببتدي ان انا ازود كميه ميه بسيطه جدا، يعني ربع كوبايه من الميه، وببتدي من وقت للتاني اشوفها اذا كانت هي استوت ولا لا. بطلع طبعا ورق اللورة بقى الموجود، وهنا بقى بشوف بقى كده اللحمه لقيتها بقى خلاص كده هي استوت معانا. بصوا زبده خالص اهي زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بتزودي كميه ميه بسيطه لحد ما تبتدي اللحمه تستوي. هنا ما بنحتاجش ان احنا نزود فيها كميه ميه كتير او سوائل فيها كتير، ده من شروط كباب الحله. قدمتها كده في طبق التقديم، تقدري بقى تقدميه كده مع طبق رز بالشعريه او طبق رز ابيض. صدقيني الطريقه سهله، ودي الطريقه المظبوطه لكباب الحله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.